Ik denk dat je eerst moet beginnen met Marokko غادي feliciteren. نترجم لكم الكلمه اللي ما فهمش الهولنديه، غادي نترجمها لكم حتى يكمل الكلمه ديالو، ونترجم لكم بالحرف اشنو قال. Feliciteren met een zeer verdiende overwinning. We hebben natuurlijk een heel groot Marokkaans gemeenschap in Nederland. En ik vond dat zij veel meer eer uit deze wedstrijd aan deze wedstrijd hadden dan het Nederlands elftal. Die lafjes voetbalden, die eigenlijk alleen maar defensief dachten, zichzelf zwakker maakten dan dat ze zijn. En dat Marokko eigenlijk met het geduld dat ze toch bleef houden, de 1-1 maakte en dan de penalties. Op naar de penalties, dacht Nederland. Het was een gekke penalty-serie, maar ik denk wel dat dat op zijn plaats is. والله العظيم إلا كلمة قوية 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 جدا، وخصوصا من محلل أو صحفي هولندي، يعني من الدولة اللي حنا غلبناها، اللي غلبها المنتخب المغربي وشطب بهم الأرض. قال لك سيدي أولا تيبارك المنتخب المغربي والمغاربة، الشعب المغربي والجالية المغربية التي تعيش في هولندا، حيت كبيرة تبارك الله. قال لك تبارك لهم هذا الفوز العريض، هذا الفوز المستحق وجدا، يعني ماشي غير فوز مستحق، هو جدا سطر عليها جدا. قال لك اللي لعبوا بروح وضد منتخبنا اللي هو منتخب ديالو بلادو، قال لك المنتخب اللي لعب بطريقه جبانه قدام هذا المغاربه، المنتخب تيلعب بقتاليه وبروح وبشرف. يعني كلمه باش يقولها واحد من الدوله اللي تغلبات قليل باش واحد يقولها بهذه الطريقه. يعني الناس اللي ما عندهمش عقاد تيقولوا الواقع كما هو، كيف شاف اللعب، كيف شاف المنتخب ديال بلادو لعب، وشاف المغاربه كيف لعبوا المنتخب المغربي. قال لك بقى المنتخب المغربي صامد حتى دار التعادل وداز البيلانتيات، ماشي بحال المنتخب ديالنا. قال لك كلمه اخرى قالها، قال لك ضعفنا هذا المنتخب المغربي، ضعف المنتخب الهولندي اكثر مما هو ضعيف. يعني ولا دابا المنتخب الهولندي الطواحين ولا منتخب ضعيف امام المنتخب المغربي، ماشي بحال شي بعضين النفوس المريضه اللي يقول لك لا الكولاسه والعوساسه وداروا عندنا مؤامره. هذا منتخب هولندا وما ادراك ما الطواحين الهولنديه، يعترفوا كلهم راه كاع البلاطوهات تقريبا الهولنديه، التحليلات الرياضيه هادشي اللي تيقولوا الحقيقه اللي كاينه على المنتخب المغربي، وتيعطيو المولا وعاطين العصر المنتخب ديالهم والمدرب على فكره ديال المنتخب الهولندي صافي راه بغا يقيلوه، بغاو يطردوه. والمنتخب المغربي تبارك الله من كاس العالم ديال قطر، ودابا عرفتي شحال المدرب تطرد بسبب المنتخب المغربي. ايوا تبارك الله خمسة وخميس. المهم غادي نكمل لكم ماشي غير هادشي اللي قال، غادي نكمل لكم الكلمه ديالو اللي اش غادي يقول على المنتخب المغربي الروح القتاليه، خصوصا على نصير المزراوي. stond de afgelopen wedstrijd op rechts. Bij Australië. Bij Australië. Ja. Dus dat... غادي نترجم لكم ان شاء الله تاني الكلمه من بعد ما يكمل الكلمه ديالو. Doen wij dat ook? Het maakt niet uit, het kan allebei en het past ook in allebei de gevallen. Masraoui, indrukwekkend. Vonden jullie alle drie vandaag? Swift ook. Zo vaak problemen mee gehad. Zo fit. 20 competitiewedstrijden gespeeld volgens mij dit seizoen. En dan is hij dus niet zo fit. Nee, maar opvallend toch dat hij dan nu heerst en ook 120 minuten. Ja, en richting het einde, volgens mij had hij ook een blessure. Tijdens de voorbereiding van Marokko raakte hij ook tijdens een van die laatste oefenwedstrijden. Hij kreeg natuurlijk wel rust. Ja. Geestelijk heel sterk. Hij is echt geestelijk heel sterk. Hij heeft best wel... Hij is best wel uit de jeugd gekomen van waar hij een beetje 12e, 13e man was. Werd niet gezien als een groot talent. Want je kent hem uit die tijd. Ja, was die echt gewoon van oké, we hebben niemand. Kan jij even spelen? Rechtsback of middenveld. En ja, zo kan het ook gaan. En heeft hij zich opgewerkt naar Manchester United. En bij Marokko een hele belangrijke rol. En ik denk ook dat is geloof. Hij wil imam worden. Volgens mij is dat het hoogst haalbare binnen die cultuur. Nou ja, dus ja, hij is wel, denk ik, of dat toen de tijd in ieder geval geestelijk heel sterk. Ja, en dat brengt hem dus tot de volgende ronde, maar ook tot het WK. إذن دائما
دائما تيهضر هذا المحلل كي قلت لكم على الروح القتاليه والروح الايمان، تيقول هو الخلوف، هنا بالهولنديه الخلوف هو الايمان. تيقول لك هذا الايمان اللي عنده او هذه القوه اللي عنده هذه القتاليه جايه اكيد من الايمان ديالو. تيعرفوا هذا الصحفي اكيد قال لك كان تيعرف مزراوي ملي كانت عنده 13 عام او 12 عام، ملي كان يلاه بادي تقريبا في الهوايه ديالو، او مازال يمكن ديك الساعه ما كان لا محترف باقي صغير، هو عزيز عليه كره القدم، وبانه لعب ملي كبر لعب مع مانشستر يونايتد. قال لك كانت بدات النجوميه ديالو، ولكن قال لك ملي لعب مع المنتخب المغربي عاد خلاص راه عاد لا مع النجم ديالو، لان قال لك هذا الشيء جاي من الايمان ديالو، زاد يعني الايمان ديالو تقوى اكثر مع الثقافه والدين، انه الدين ديالو والوطن ديالو حب الوطن ديالو المغرب. هاد الشيء كله خليط هو اللي كون لنا الحاج نصير المزراوي. قال لك هاد القوه ديالو ولات اكثر، وهاد الشراسه ملي ولا تيلعب مع المنتخب المغربي. طيحت دمو الصراحه الحاج نصير المزراوي. تنشوفو كي تيلعب بحال تيجاهد، اللاعبين الاخرين تيلعبوا تيتقاتلوا بطبيعه الحال، ولكن هو داخل الجهاد ما كاينش في اللعب. وكاع اللاعبين الاخرين غير قال لك اعلان نرجع نصير المزراوي، قال لك كانت عنده اصابه وكان ممكن ما يشاركش في مع المنتخب، ولكن قال لك قوه الايمان تبارك الله عليك السي الحاج وصافي، تبارك الله عليك الحاج ديالنا، غادي نفتقدوك ان شاء الله. كي قالني هذا المحلل الرياضي قال لك راه تيتمنى يولي امام فعلا، تنتمناو ليه ان شاء الله يتوفق باي حاجه بغاها، ولكن غادي يفتقدوا الصراحه المنتخب الوطني. ماشي غير هو ناصر مزراوي، انا بغيت نقول للصحفي ماشي غير ناصر مزراوي اللي لعب هذه القتاليه، بطبيعه الحال ناصر مزراوي كان حاله استثنائيه كيف شفنا كي تنشوفوه تيلعب. كما نساوش العناوي حتى واش دار في المقابلات اللي فاتوا، حتى واحد الدم ديالو الصباري حتى هو اللي تنشوفوه دمه سايل وما باغيش او تيقول الحكم غير خليني نكمل المباراه هكاك، ما حاسينش يعني تلمو ديك الروح الوطنيه والروح القتاليه، وكيف تنقولوا الادرينالين طالعه تتبان هي الرايه الوطن، الله الوطن الملك، والرايه المغربيه هي اللي تتبان لهم، الله الوطن الملك. هادشي اللي تيبان لهم قدامهم، الروح الوطنيه والروح الايمان تبارك الله. كي تنشوفهم تيقراو ديما الفاتحه وقبل ما يلعبوا وتيسجدوا ملي تيكملوا، هادشي راه ما كاينش في الدول الاخرى بزاف، تنقول خصوصا الدول الغربيه. شتي حنا باش فتناكم بهادشي تبارك الله، هذا اعتراف كيف تنقولوا اعتراف صريح، اعتراف يحترم للناس كي قلت لي ما عندهمش العقاد، وحنا هاد الروح الوطنيه ان شاء الله وهاد الروح القتاليه وروح الايمان اللي كاينه في اللعابه هي اللي ان شاء الله غادي نكملوا بها، لان حنا راه ما عندنا مبابي ولا عندنا مارادونا تانا، ولا عندنا ميسي الله يرحمه مارادونا، ولا عندنا رونالدو ايام وزمانه، ما دابا رونالدو ما بقاش كي كان، ولا عندنا هاد الاسماء اللي تنسمعوا، هاد الاسماء المخيفه. عندها حكيمي وعندها تبارك الله الصباري زين ومزراوي والاخرون، ولكن ما عندناش اسماء هادو اللي كيف تنقولوا في الواجهه بزاف كهجوم، تهضر خصوصا على الهجوم راه ما عندناش. يعني عندنا هاد الروح القتاليه، هاد روح الوطن، هاد حب الوطن اللي مزروع في اللعابه، اللي مزروع فينا كاملين في اللعابه وفي المغاربه كاملين. هاد الروح الوطن اللي فينا هي اللي تتزرع فينا هاد القوه، اللي راه اي منتخب كما كان جا قدامنا نطحنوه كيف طحنا الطواحين الهولنديه. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المغربي في قادم الايام، مقابله القادمه مع كندا ان شاء الله حتى ينطحنوها. حنا غادي نبداو نقولوا له هذه الكلمه ديال الطواحين نستعملوها حنايا، نطحنوا اللي جا نطحنوه، وان شاء الله حتى نديو. ولما لا نديو كاس العالم بهذا الروح كي قال هذا السيد هذا الصحفي، لما لا بهذا الروح الوطنيه والروح القتاليه، وبطبيعه الحال والكفاءه واللاعب ديال المنتخب ديال اللاعبين ديالنا تا هما راه لاعبين محترفين وعندهم مهارات وفنيات وداك الشيء، ولكن بغيناها تكمل لينا بالاصابات. الاهداف هاد المره تنتمناو شي غير اهداف كثيره. هادشي اللي كاين، تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم والى اللقاء في فيديو جديد.